القرص الطرية. المقادير: كيلو دقيق، كوب ماء، ربع كوب لبن، ربع كوب زيت، ملعقة كبيرة خميرة فورية، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة صغيرة ملح، ربع كوب سمسم، ربع كوب سكر. طريقة التحضير: في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح. في وعاء آخر، اخلطي الماء واللبن والزيت. أضيفي خليط الماء واللبن إلى خليط الدقيق، وقلبي حتى تتشكل عجينة. اعجني العجينة لمدة 10 دقائق، أو حتى تصبح ناعمة وقابلة للتشكيل. غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها، لمدة ساعة على الأقل. بعد أن تختمر العجينة، افرديها على سطح أملس مرشوش بالدقيق إلى شكل دائرة بسمك نصف بوصة. وزعي السكر والسمسم على العجينة بالتساوي. لف العجينة على شكل رول. قطعي الرول إلى قطع بسمك 1 بوصة. رصي قطع القرص في صينية خبز مبطنة بورق الزبدة. اتركي قطع القرص في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة، أو حتى يتضاعف حجمها. سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية. اخبزي القرص لمدة من 20 إلى 25 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبياً. قدمي القرص ساخناً أو دافئاً. نصائح: استخدمي دقيقاً عالي الجودة للحصول على قرص هش وطرى. تأكدي من أن كل مكونات العجينة في درجة حرارة الغرفة قبل البدء في التحضير. لا تبالغي في العجن، فقد يؤدي ذلك إلى جعل العجينة قاسية. لا تخبزي القرص أكثر من اللازم، فقد يؤدي ذلك إلى جفافه. للحصول على قرص طري مثل الأفران، استخدمي خميرة فورية نشطة. أضيفي القليل من الحليب البودرة إلى العجينة. اتركي العجينة تختمر في مكان دافئ، بعيداً عن التيارات الهوائية. نجمة: لا تخبزي القرص أكثر من اللازم. للتزيين: يمكنك تزيين القرص بالسكر البودرة أو السمسم أو المكسرات أو الشوكولاتة السائلة.